يقال بأنها أم المعارك، لكن حلب لم تسقط أمام إرهابهم كما منوا أنفسهم، بل هي عصية على أوهامهم. رجال الجيش العربي السوري حرروا منطقة الأعظمية من المرتزقة الإرهابيين بعد اشتباكات حامية أثبت فيها جنودنا البواسل أنهم لكل خائن بالمرصاد. كل عام وحلب بألف خير ووطننا دائما بألف خير، بإذن الله رح نكون قد الأهم اللي وكلتها لنا، ورح ننظف حلب من المندسين ونرجع لأهلها سالمة غانمة. بحب أقول لأهلي كل عام وأنتم بخير وبألف خير. بحب أقول لأهلي كل عام وأنتم بخير. بدعي لكل أمهات الوطن العربي إنه يدعوا لنا وبإذن الله خلصين. بحب أوجه تحية لأهلي وقلي كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله منصورين ورح ننظف الأنجاس من حلب ويرجع الأمان لها ولأهاليها الكرام. بحب عايد أمي وأهلي وقلهم كل عام وأنتم بخير، ونحن منصورين بإذن الله. بنحيي أهالي حلب وبنقول لهم كل عام وأنتم بخير جميعا، وإن شاء الله تعالى حلب بدها تضل الأصل، حلب الشهباء. منطقة الجديدة وتحديداً ساحة الحطب شهدت على الإرهاب وأياديه، لكنها أيضاً شهدت على بطولات الجنود السوريين في دحر الإرهابيين منها. وأثناء تطهيرها عثر على مستودع للأسلحة ومشفى ميداني. أهالي الجديدة بمشاعرهم الصادقة أثنوا على روائع وبطولات الجيش العربي السوري. لو ما يكون جاي الجيش هلا ولا بعد ما نقدر نطلع من بيوتنا، صرنا بيجي 15 سنة، دخل على راسنا الجيش العربي السوري ويحميه. جينا والله لنهنيهم، الله يوفقهم، الله يحميهم يا رب كلياتهم. كانوا والله عم يضربوا علينا، حتى نحن مدنيين عم يضربوا علينا، عم يكسروا سيارات. أنا لما أنتوا جيتوا صرنا نحسن نطلع من البيت. لا عدى علينا لا عيد ولا رمضان ولا عيد ولا شيء، والحمد لله. الله يخلينا اياهم والله يخليهم فوق راسنا. الله يخلينا اسمه الجيش السوري، الله يحمينا اياه. من ظن أن حلب للمنال سهلة قد تاه عقله، فقلعة حلب التي شعت حضارة للعالم على مر العهود لن ترضخ لثلة من المأجورين القتلة، وستكون مقبرة لكل خائن مجرم.